وكده يبقى أخدنا فكرة إزاي نعمل الكاركتر من قدام وزاوية 3/4 زي دي. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا أو أخدنا فكرة عن إزاي نرسم شخصية من قدام ومن الجنب. النهاردة هناخد زاوية تانية وهي 3/4 أو التراكار. إحنا هنعمل شكل الكاركتر من قدام. دي كتلة الشعر، هعمل العينين والحواجب، المناخير عبارة عن كرة وهعمل بق. لو عايز أرسم شكل الشخصية دي 3/4 هعمل برضو الجايدز، خطوط خفيفة للوش نفسه، هعمل هنا دايرة. هبتدي أقسم الدايرة بالطريقة دي. هستخدم الجايد ده وهرسم عليه المناخير. هعمل الخطوط الأفقية بتاعتي لمكان المناخير، وعلى الخط ده هيبقى الجزء المدور بتاع المناخير. وهنا هعمل خطوط جايد للودن على الخط ده، وهتبقى هنا الودن. هعمل الشعر باستخدام الجايد بتاعي، هيبقى بالشكل ده. وهكمل على الإطار الخارجي للدايرة، الشعر مع نهاية الجايد ده. هنزل الرقبة وهقفل الوش. هعمل جايد للبق بالشكل ده، والعينين. وبما إن أنا شايف 3/4 هيبقى فيه عين أكبر من عين، بمعنى إن دايرة العين الأقرب ليا هتكون أكبر، والعين التانية هتبقى بيضاوية أكتر بالشكل ده. وهعمل جايد للحواجب، وابتدي أتقل على العينين وأعمل النني. وكده يبقى أخدنا فكرة إزاي نعمل الكاركتر من قدام وزاوية 3/4 زي دي. شكراً، وتابعنا في فيديوهات تانية لو عايز تعرف حاجات أكتر عن الرسم. ادخل على البلاي ليست، هتلاقي فيديوهات تانية كتير هتعلمك الرسم، وما تنساش تشترك في القناة.